هنتكلم عن أربع البصخة. أربع البصخة هو من الأيام المهمة جدا في كنيستنا. يوم الأربع هو تمهيد للأيام المهمة اللي جاية، اللي هو يوم خميس ويوم الجمعة ويوم السبت. ويوم الأربع المسيح كان في بيت عنيا، وكان بيحاول يمهد للتلاميذ الأحداث اللي هتكون موجودة في الصلب، وكمان كان بيحاول يمهد الأحداث اللي هتحصل يوم الخميس ويوم الجمعة. ولو تعرفوا إن يوم الجمعة ويوم الأربع احنا بنصوم الصيام بتاعنا الأربع والجمعة، ودايما يوم الأربع مرتبط بتشاور يهوذا مع رؤساء الكهنة إن هو يسلم المسيح. كمان احنا عندنا البصخة بتاعتنا بتتكون من 5 صلوات الصبح و5 بالليل. الصلوات بتاعتنا بتبقى عبارة عن الساعة الأولى، الثالثة، السادسة، التاسعة، الحادية عشر. ترتيب الصلوات بسرعة كده بيحصل فيها إيه؟ الأول بنصلي نبوات، وطبعا كل حاجة هقولها بتتصلى عربي وقبطي. النبوات، وبعد كده بنصلي سورة تيجوم 12 مرة، وبعد كده بنقول المزمور باللحن الأدريبي أو المزمور قبطي. بنفسر الإنجيل عربي وبنقول المزمور عربي والإنجيل عربي. بعد كده بنقول مقدمة الطرح والطرح، وبعد كده ختام الطرح. بعد كده بنكمل ونعيد من أول تاني النبوات بنفس الترتيب بتاعنا ده. والمفروض إن احنا في الأيام الكبيرة عشان بيبقى فيه صلوات بالبصخة كتير وبيبقى فيه قرايات كتير، فبنصلي كل ساعة على بعض، وبعد كده بنقول الختام ونكمل الساعات، لأن زمان وفي الأديرة دلوقتي بيتصلى كل ساعة لوحدها وبيتصلى الختام في وقتها زي ما كان في التوقيت بتاعنا. دلوقتي هنتكلم عن قرايات يوم الأربعاء. معانا أول صلاة اللي هي الصلاة الأولى، ودي إنجيلها بيكلمنا عن كيافة تنبأ بموت السيد المسيح، وقال آية كلنا عارفينها: إنه ينبغي أن يموت إنسان واحد عن الشعب بدلا من أن تهلك الأمة كلها. وبعد كده صلاة الساعة الثالثة عن تفاوض يهوذا مع الكهنة عن تسليم السيد المسيح ب30 من الفضة، و30 من الفضة دي ساعتها كان سعر العبد، فالمسيح صار عبد علشان يخلصنا. بعد كده صلاة الساعة 6 واللي إنجيلها بيكلمنا عن مرثا ومريم في بيت عنيا، لما مريم سكبت الطيب على السيد المسيح، وساعتها يهوذا قال إن إحنا لو كنا بعنا الطيب دون كان هيبقى ب 300 دينار. بعد كده صلاة الساعة 9 اللي إنجيلها بيكلمنا عن الكهنة اتجمعوا في بيت كيافة رئيس الكهنة واتفقوا على طريقة يمسكوا بيها السيد المسيح. بعد كده صلاة الساعة 11 اللي إنجيلها بيكلمنا عن اضطراب ناسوت السيد المسيح. السيد المسيح ساعتها اضطرب وقال للآب نجيني من هذه الساعة، بس بعد كده قال إن هو أصلا جه عشان الساعة دي، وقال للآب مجد ابنك، والآب قال له قد مجدت وسأمجد أيضا. شفنا ان في حاجه حلوه بتحصل في كنيستنا، ان في ربط دايما بين ساعات البصخه، لان اول ساعه من ليله الخميس بتتكلم عن الحوار اللي دار بين الاب والابن زي ما اتكلمنا دلوقتي. بالليل بنصلي البصخه عادي خالص، بنكمل دايما صلوات البصخه بتاعتنا صلوات كلها مرتبه وكلها حلقه واحده، مفيش حاجه فاصله عن حاجه. فاحنا الصبح بنكمل بالليل ونيجي تاني الصبح نكمل بالليل، فالدنيا كلها مربوطه ببعض. المفروض ان احنا بالليل بيبدا اول انجيل الساعه الاولى بيبقى المسيح بيتكلم عن ارساليه الاب للابن، وضحناها قبل كده في انجيل الساعه 11 من يوم الاربعاء الصبح. الساعه الثالثه بيبقى فيها لحن من الحان كنيستنا المهمه جدا اللي هنتكلم عنها في فيديو يوم الخميس بالتفصيل، هو لحن افيتشنون. لحن افيتشنون هو بيطلق عليه اللحن الشامي، هو بيتصلى مرتين، بيتصلى ليله الخميس زي ما احنا بنقول عليه الخميس الكبير، وبيتصلى يوم الخميس الصبح. وبيطلق عليه اللحن الشامي مش عشان هو جاي من الشام، لا، هو المفروض ان هو نشأته في صحراء جبل شامة في الأقصر، وبيتركب عليه كمان كلمات المزمور من مزمور 54، وهو بيقول كلامه ألين من الدهن هو نصال. اللحن هنا دايما بيوضح لنا خيانة يهوذا، وان هو كلامه كان حلو وبقبلة راح اداها للمسيح، ولكن هو في الحقيقة هو عبارة عن سلاح، والقبلة دي كانت وراها خيانة يهوذا وتسليمه للمسيح لرؤساء الكهنة. إنجيل الساعة 6 من ليلة الخميس الكبير بيكلمنا عن ان اليهود ما امنوش بالسيد المسيح، وان في اول ايه كده هتلاقي في اول ايه في الانجيل بيقول لنا ان المسيح تورع عنهم وسابهم ومشي، وان هم ما امنوش بالسيد المسيح لدرجه ان عيونهم اتقفلت وقلوبهم اتقفلت، ما بقوش شايفين ولا سامعين. ودلوقتي هكلمكم برضو عن حاجه مهمه تانية. مين فينا ما بيتشتتش او ما بيزهقش في اسبوع البصخه؟ يعني مثلا تبقى قاعد فجاه تزهق تمسك التليفون تفتح سوشيال ميديا فيسبوك او هكذا، وانا كمان بيحصل معايا الحاجات دي كلها وبتشتت وبزهق كمان. فحابب اقول لكم على حاجات نعملها انا وانتوا عشان ازاي نستفاد من البصخه على قد ما نقدر. ان احنا مثلا في اسبوع البصخه دون محتاجين مثلا نحدد وقت معين للموبايل، نبعده عننا، نحاول نستفاد على قد ما نقدر. ان اصلا الكنيسه عامله لنا الحان وقراءات وحاجات جميله قوي، فان احنا نحاول ان احنا نستفاد ونخلي كل طاقتنا في اسبوع البصخه دي، عشان ما نرجعش نقول ان احنا ما استفدناش منها. ان احنا ننزل الكنيسه، نخلي اكتر وقت في الكنيسه، نبعد اي حاجه ممكن تشتتنا، نقرا كويس، نركز في الوعظات، نخلي دايما قلبنا ودنا وعقلنا مشغولين
بكل قرايات الحان او وعظات البصخه. تعال اقول لك شويه تريكات صغيره كده ازاي نستفيد من اسبوع الالام اقصى استفاده. دايما كده هتلاقي الناس اللي حابه تركز قوي في اسبوع الالام دايما معاه شنطه كده وهو جاي الكنيسه، واشجعك كمان انك تعمل شنطه للبصخه. الشنطه دي دايما يكون معاك فيها كتاب البصخه اللي انت متعود عليه وبتحبه وبتقرا فيه، يكون معاك قلم، يكون معاك نوته صغيره، واخر حاجه ممكن يكون معاك كتاب روحي صغير بيتكلم عن اسبوع الالام او بيتكلم عن الصلاه، تقدر تدخل بيه في المود الصلاه. اما تزهق في اي وقت انت ماسك الكتاب وزهقت، حاسس ان انت مش قادر تصلي، حاسس ان انت اتشتت، ابعد عن الموبايل خالص طول ما انت في الصلاه، امسك كتاب البصخه دايما ركز فيه، شوف القرايات، تابع احنا بنعمل ايه. كنيسه فضلت ورانا ساعات طويله جدا عشان توصلنا وتمهد لنا لكل حاجه بنعملها، كانك كده ماشي مع المسيح خطوه خطوه، ماشي معاه. هو راح بيت عنيا انت واقف وراه، راح عند الصليب انت واقف وراه. قرايات الكنيسه كلها والالحان كلها تخلينا دايما ماشيين ورا المسيح. طقس اسبوع الالام وطقس البصخه من الحاجات الحلوه جدا اللي دايما كلنا لازم نحرص ان احنا نحضرها، وكلنا لازم نكون موجودين، نحضر الصبح ونحضر بالليل على قد ما نقدر على حسب ما الوقت بتاعنا يسمح، ودايما نحاول نركز في كل الصلاه وكل القراءات.